مسدس عيار 14 امبارح بإيد شاب سوري عمره 18 سنة ببانهوف دورتموند بيثير الرعب وبيشغل الشرطة لمدة ساعات. هذا الشاب عمره 18 سنة، كان هو ورفيقه واقفين على رصيف القطارات ومعهم مسدس عم يلعبوا فيه، شي بيحطوه بخصرن شي بيحطوه بإيدن، حركات مراهقين مثل ما بتعرفوا انه نحن معنا مسدس ومن هالكلام. بيشوفوا احد المارين بيعزفوا تليفون فورا للشرطة، الشرطة دغري بتاخذ الموضوع على محمل الجد، تفتح أول شي كاميرات المراقبة بالبانهوف لتحدد مكانه، وبعدها بيحاوطوه وبيوجهوا له تنبيه إنه ينبطح على الأرض، وهو بدال ما ينبطح على الأرض بيرفع كنسته فجأة وبيشيل المسدس وبيزته على الأرض. طبعا لحسن حظه إنه الشرطة ما قوصت بهي اللحظة وأنهت حياته. بعد ما زت المسدس اعتقلوه واخذوه على مركز الشرطة ليتبين انه السلاح اللي كان بايده هو يشبه المسدس الحقيقي ولكنه فرد قداحة او لعبة. طبعا طلعوه من مركز الشرطة وناطر مخالفة هلأ كبيرة بسبب خرق قانون حيازة السلاح بألمانيا. هذا الفيديو خصوصي لكل الناس اللي